كشف المدرب المؤقت للمنتخب البرازيلي رامون مينيزيس أمس الجمعة عن لائحة تضم 23 لاعبا استعدادا للمباراة الودية ضد المغرب يوم 25 مارس الجاري بطنجة، والتي عرفت غياب نيمار واستدعاء فيتور روكي للمرة الأولى. وسيرافق فيتور روكي وأندري سانتوس نجما المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة ركائز المنتخب البرازيلي مثل فينيسيوس جونيور ورودريغو وكازيميرو وميليتاو إلى المغرب. في المقابل، سيغيب نيمار عن المباراة الودية بسبب الإصابة، رغم أن المدرب أوضح أن أبواب المنتخب الوطني ما زالت مفتوحة لكل من شارك في مونديال قطر 2022. كما شهدت اللائحة غياب غابرييل مارتينيلي، بيدرو، رافينيا وكذا الحارس أليسون، فضلا عن استدعاء 9 لاعبين لأول مرة معظمهم من الشباب. ومن أبرز الاكتشافات الجديدة فيتور روكي وأندري سانتوس اللذين احتلا صدارة قائمة الهدافين في آخر كأس كوبا أمريكا لأقل من 20 سنة، والتي فازت بها البرازيل برصيد 6 أهداف لكل منهما. وقياسا مع التشكيلة التي خاضت غمار مونديال قطر، والذي توقف البرازيل خلاله عند محطة ربع النهائي، تم الاحتفاظ ب11 لاعبا فقط. وستكون المباراة الودية المرتقبة مع المغرب فاتحة مباريات منتخب السيليساو منذ إقصائه في دجنبر الماضي من كأس العالم بعد خسارته بركلات الترجيح في الدور الربع النهائي أمام كرواتيا. وهو الأمر الذي عجل باستقالة أدينور ليناردو باتشي الملقب بتيتي من منصبه كمدرب. وخلال المرحلة الحالية يعتبر مينيزيس حلا مؤقتا في انتظار إعلان الاتحاد البرازيلي عن بديل لتيتي. وقد أشار مدرب راقصي السامبا الحالي إلى أن المغرب كان من بين المتأهلين لنصف نهائي المونديال في قطر، وهو ما يدل على أنه خصم قوي للمنتخب البرازيلي.